في عالم الجنيات النهاردة كان يوم مميز بالنسبة لهم، لأنه كان يوم امتحان جنيات الأسنان. ولو نجحوا هيتخرجوا ويشتغلوا مع جنيات الأسنان اللي بيروحوا لعالم البشر. المهمة كانت بسيطة، وكل اللي عليهم يدخلوا بيت في السر وياخدوا منه سنة ويحطوا مكانها لعبة ويختفوا من غير ما حد ياخد باله. وفعلا بدأ الامتحان ومعظم الجنيات نجحوا، والمكافأة إن كل جنية أخدت جوهرة بتلمع، ودي كانت تذكرة سحرية يدخلوا ويخرجوا لعالم البشر بيها وقت ما يحبوا. وقتها بنشوف جنية اسمها فيوليتا، دي كانت مختلفة عن كل الجنيات اللي كانوا مركزين على الامتحان. بس فيوليتا وصديقها جوان كانوا بياكلوا بسكويت، وللأسف كانت فيوليتا لسه بتتعلم أسرار الجنيات وعملت غلطات كتير، وعلشان كده ما نجحتش في الاختبار. وده كان عادي بالنسبة للجنيات لأنها معروفة بفشلها وإنها دايما بتسقط في الاختبار. وزميلها يولاندو آخر ما زهق راح لها بعد الاختبار وقال لها إنه متابع فشلها سنة ورا سنة، ونبهها بأهمية الاختبار وإن عالم البشر مش هزار، لأن التعامل معاهم خطر. لكن فيوليتا كان ليها رأي تاني، وشايفة إن الاختبار مش كل حاجة، وإنها تقدر تتعامل مع البشر من غير ما تضطر تنجح في اختبار سخيف. وبعدها بنروح لعالم البشر وبنشوف هناك بنت اسمها ماكسي بتعيش في قرية صغيرة ومتضايقة لأن مامتها هتتجوز وهتاخدها ويعيشوا في المدينة الكبيرة اللي بتكون زحمة ودوشة. وقتها والدة ماكسي حاولت تفهمها إن انتقالهم للمدينة مش بسبب جوازها، لكن كمان علشان شغلها في المستشفى، وفكرتها إن شغلها ده اللي بيوفر لهم فلوس يعيشوا بيها. وبعدها بتوصل ماكسي ومامتها للمدينة، وهناك بيقابلوا خطيب والدتها واللي اسمه هيرمان، ومعاه أولاده سام وأليكس اللي أول ما شافوا ماكسي حاولوا يتنمروا عليها ويضايقوها، وده خلاها تحن لقريتها وبيتها. وبالليل وقت ما كانت العيلة متجمعة على العشاء سنة سام وقعت. في نفس اللحظة في عالم الجنيات كان يولاندو بقى جنية أسنان، ووصلت له أول مهمة وإنه يروح ياخد سنة سام. وقتها كانت فيوليتا بتفكر إزاي توصل لجوهرة سحرية علشان تروح بيها لعالم البشر وتاخد سنة من هناك وترجع وتثبت لكل الجنيات إنها مش محتاجة لاختبار سخيف يخليها جنية رسمية. وللحظ شافت يولاندو وهو رايح ناحية البوابة علشان ياخد الجوهرة ويبدأ مهمته، وبسرعة جرت وخطفت منه الجوهرة. ولما حاول يولاندو يمسكها معرفش، وبسبب سرعتها أغمى عليه، وبكده قدرت فيوليتا تنتقل لعالم البشر. وفي الجانب التاني سام كان في بيته متحمس لأنه كان عارف إن جنية الأسنان هتروح تاخد سنته وتسيب له هدية، وعلشان كده راح أوضته وحط سنته تحت المخدة ونام. في نفس اللحظة كانت ماكسي حاسة بالإحباط وراحت لسريرها وهي بتتمنى ترجع لبيتها القديم. وبعد ما الكل نام ظهرت فيوليتا مع جوان واتسللت لبيت سام، وأول ما شافت الحلويات اللي في المطبخ ما قدرتش تسيطر على نفسها وأكلت منهم كمية كبيرة، وكمان وقعت علبة الحلويات وكسرتها. وبعدها بدل ما تروح لأوضة سام دخلت أوضة ماكسي وبدأت تدور على السنة، ولما ما لقيتهاش قررت تسيب هدية وترجع عالمها. بس وهي بتستخدم سحر الجوهرة اللي معاها خرج على زهرة ماكسي وخلاها تزدهر من جديد، وبكده السحر استخدم غلط واتكسرت الجوهرة. وفيوليتا وجوين لقوا نفسهم محبوسين في عالم البشر. وتاني يوم ماكسي صحت من النوم لقت بقعة بنية على وشها، وكل العيلة افتكروا ان هي اللي كسرت علبة الحلويات اللي في المطبخ. وقتها ماكسي محاولتش تدافع عن نفسها وسابتهم ورجعت اوضتها وهي زعلانة، بس لفت نظرها إن زهرتها الدبلانة فتحت تاني. وفجأة سمعت صوت خارج من بيت باربي ولقت قدامها جنية، وطبعا خافت منها، بس فيوليتا راحت لها بسرعة وبعد ما هدتها فهمتها إنها جنية الأسنان وبتدور على سنتها اللي وقعت امبارح. ساعتها ماكسي عرفتها إن اللي وقعت سنة سام مش سنتها، وفيوليتا طلبت منها تساعدها وتجيب لها السنة علشان تقدر ترجع عالمها. وبعد ما فكرت ماكسي شوية وافقت تساعد فيوليتا بشرط إنها تستخدم سحرها وترجعها تاني لبيتها في القرية. وقتها طبعا فيوليتا كانت عارفة إنها مش هتعرف تعمل كده، لكن خدعت ماكسي ووافقت على طلبها. وبالفعل راحت ماكسي وجابت لها سنة سام، وأول ما فيوليتا أخدتها استخدمت الجوهرة علشان ترجع عالمها، لكن لقت الجوهرة مكسورة. وماكسي لما شافتها فكرت تصلحها لها، وطبعا ما كانتش تعرف إن فيوليتا ناوية تخدعها، وأخدتها وراحت علشان تشتري لزق. وقتها شافتها مامتها وقالت لها إنها لازم تروح معاهم يحضروا افتتاح البيت الأخضر الجديد اللي في وسط المدينة. وطبعا اضطرت ماكسي تروح معاهم،
وأول ما وصلت هناك وشافت الشجرة الكبيرة كانت مبسوطة لأنها كانت تشبه الشجرة اللي موجودة في القرية. وبسرعة ماكسي تسلقت الشجرة وخرجت فيوليتا وجوان من الشنطة علشان يشوفوا الشجرة، بس مامتها نادت عليها وقالت لها تنزل علشان يتصوروا مع بعض. وطبعا وقتها ماكسي طلبت من فيوليتا ترجع الشنطة، بس لأنها عنيدة ما وافقتش وقررت تقرب من البشر أكتر. ومع إن جوان حاول يمنعها ويرجعها الشنطة، بس فيوليتا هربت منه وراحت أخدت من الأطفال الحلويات والأكل وضربتهم بيه، والافتتاح اتحول لفوضى كبيرة. وقتها وصل لهناك شخص اسمه راك وقال إنه هيقفل المكان وهيحوله لفندق، واتهم أولاد هيرمان إن هم السبب في الفوضى اللي حصلت. وقتها الولاد دافعوا عن نفسهم وسام قال إن ماكسي السبب. الغريب إن والدة ماكسي ما دفعتش عنها، وده خلاها اتضايقت وحست إنها كبش فدا، وسابت العيلة ورجعت أوضتها تحاول تصلح لفيوليتا الجوهرة. وأول ما خلصتها فيوليتا بغبائها وتسرعها دمرتها خالص. ساعتها خطرت فكرة على دماغ ماكسي وفكرت إنهم يخلعوا لسام سنته التانية علشان توصل لهم جنية تاخد السنة وتاخد كمان فيوليتا. والفكرة دي اضطرت ماكسي تعرف سام على فيوليتا وتحكي له المشكلة اللي هي فيها. وطبعا بعد مساومات كتير من سام اتنازل ووافق يساعدهم واستعد لخلع سنته الجديدة. في الوقت ده في عالم الجنيات الدنيا كانت مقلوبة بسبب اللي عملته فيوليتا، والبروفيسور بيفكر مع يولاندو في حل، وقرروا استخدام بوابة قديمة بتوصل لعالم البشر بشرط إنها ما تكونش مستخدمة قبل كده. وبعد ما وصلوا للبوابة اتفاجئوا إنها مش بتتفتح غير من عالم البشر، ولازم يكون ضوء القمر متوجه ناحيتها. وعلشان كده البروفيسور طلب من يولاندو يروح لفيوليتا ويخليها تفتح البوابة من عالم البشر. وعلى الجانب التاني في عالم البشر كان سام خلع سنته، وطبعا بسرعة وصلت الإشارة لعالم الجنيات وبالتحديد ليولاندو، ووصل عن طريق الجوهرة اللي معاه البيت سام. وهناك قابل فيوليتا وعرف إن وقوع سنة سام دي كانت خطة منها علشان ترجع للجنيات. وقتها يولاندو فضل يعلمها إزاي تاخد أسنان الأطفال وتستخدم السحر وتسيب هدية بدل السنة، وعرفها إنها تقدر ترجع عالمها عن طريق البوابة وقت ما يتوجه عليها ضوء القمر. وبعدها رجع يولاندو لعالم الجنيات. وتاني يوم الصبح اتحركت ماكسي مع فيوليتا للبوابة واللي طلعت فوق الشجرة الكبيرة الموجودة في البيت الأخضر الجديد. وهناك ماكسي لاحظت إن فيوليتا قوتها بتقل، وعرفت من فيوليتا إن الجنيات لما يقعدوا فترة من الوقت في عالم البشر بيتحولوا لزهور أو أشجار. في اللحظة دي وصل ريك للمكان وفيوليتا وماكسي استخبوا جوه الشجرة، وللحظ كان ريك سايب غاز مسمم هناك علشان يدمر المكان. ولما فيوليتا شافته وقعته بالغلط وتسرب الغاز وتسبب في حريق كبير، وماكسي كانت هتموت بسببه. بس ريك شاف الحريق وراح أنقذ ماكسي على آخر لحظة واستغل اللي حصل وبلغ الشرطة ووسائل الإعلام إن عيلة هيرمان عايزين يدمروا البيت الأخضر. وقتها ماكسي كانت محبطة بسبب المشاكل اللي بتحصل لها ولعيلتها، وفهمت إن فيوليتا ما بتقدرش تستخدم السحر وطلبت منها تسيبها وتمشي. وفعلا خرجت فيوليتا من بيت ماكسي، وللحظ إن اليوم ده كان يوم اكتمال القمر، وقررت تروح للبوابة علشان ترجع عالمها. بس وهي راجعة ايديها ورجليها تحولوا لأوراق شجر، والكارثة إنها اكتشفت إن مفتاح البوابة مش معاها وما قدرتش تطير ووقعت. في الوقت ده كانت مامة ماكسي راحت لها علشان تفهم منها ليه بتعمل مشاكل كتير. وقتها ماكسي حكت لها الحقيقة وإن جنية الأسنان هي السبب، وطبعا مامتها ما صدقتهاش وسابتها وخرجت. وبعدها راح لها سام وقال لها إن مفتاح البوابة بتاع فيوليتا معاه، وبسرعة ماكسي أخدته منه وراحت عند الشجرة تدور على فيوليتا لكنها ما لقيتهاش، وقررت تستناها هناك لحد ما توصل. في نفس اللحظة كان البروفيسور ويولاندو جنب البوابة من ناحية عالم الجنيات مستنيين ضوء القمر وإن فيوليتا تفتح البوابة. وفجأة اكتشفوا من الرسومات اللي على الجدران إن فيوليتا مش جنية أسنان، لكنها جنية اتولدت من زهور قديمة وعندها قدرات علاجية وتقدر ترجع الزهور والنباتات للحياة. في الأثناء دي كانت فيوليتا وصلت للشجرة وماكسي شافتها ولقيتها اتحولت بنسبة كبيرة لزهرة، وقررت تعتني بيها هي وجوان لحد ما ترجعهم عالمهم. وقتها كانت عيلة ماكسي عرفوا إنها مش في البيت، وسام قال لهم إن حكاية ماكسي عن الجنية حقيقة وهو كمان شافها، ووراهم الهدية اللي سابتها له. وبعدها عرفهم مكان ماكسي
وبسرعة العيلة راحوا لهناك وشافوا راك هناك بيحاول يقطع الشجرة الكبيرة. وبعد ما وقفوه ظهرت ماكسي ومعاها فيوليتا وفكرتها إنها رجعت زهرتها للحياة قبل كده وطلبت منها تعالج الشجرة. وقتها استخدمت فيوليتا سحرها وفعلا الكسر اللي في الشجرة اتصلح، بس للأسف فيوليتا استنفذت كل قوتها وتحولت لزهرة. وماكسي لما شافتها قررت تساعدها وأخدت المفتاح وراحت عند البوابة. وأول ما ضوء القمر اتوجه ناحيتها فتحت البوابة وخرج منها البروفيسور ويولاندو ومعاهم السحر اللي أنقذوا بيه فيوليتا وتحولت لجنية زهور. وعرفوها إنها ما كانتش فاشلة، هي بس ما كانتش في مكانها الصح. وبالنسبة لماكسي قررت تعيش مع عيلتها وتحاول تتأقلم معاهم، ومع الوقت زاد ارتباطها بعيلتها الجديدة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.